الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم. قبل لا نبدي الفيديو لايك اشتراك تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. مشكورين على التفاعل اللي كان بالفيديو اللي نزلته وما كنت اتوقعه، لان من زمان تارك القناة فما كنت اتوقع الناس ترجع وتعلق وشي. عاشت ايديكم. الزواجل ان شاء الله احنا هم نحكي عن الزواجل، يعني مو كل شيء زواجل، بس النية شنو اللي جاي اشتغل عليها. هنا ذن اللي انا صفيتهن مثل ما قلت لكم، تفريخ المشترك اللي سويته هو اللي راح نشتغل عليه. هاي شغله الثانيه الحمر، صلوات على محمد وآل محمد. هنا ذن ملاتنا. الحجي هنا دق النجف، هذا من النجف اجانا بيضه وعبرنا من اصل 50 بيضه طلعت بس هاي تكفى حل ما شاء الله حلو. عن قريب ان شاء الله يوصل ان بعد زوجين حمر، وجاي ندور على زوج صفر وزوج كمرليات، لان انا كلش اعشق هذني بنات، هذني بيضات، هذني الزوج. شويه هاي الطيره تمرضت ويعني رجليها بسبب البيض، يعني كان نقص كالسيوم، هو مو مرض نقول عليه، بس هم زرقناها 3 حبايات مالت كالسيوم. الحمد لله رجعت بناتها. زرقت البيض جو هذني. هذا هنا تكفرخ طالع، ما ادري لا واضح لو لا، بس هاي خبله هاي الطيره الزاجله. هسه كتله اذا ردت اتقرب عليه. بس الحمد لله والشكر، يعني الحمام بدا شوي شوي نكثر به. هو يعني هذا الطير تذكرون احنا اول حمر جبناهن كان فد شيء يعني مو حلو، نقدر نقول عليه بشكل هذني. طيور محصورات هنا. هسه ذني لا، طيور حلوه، طيور تطير مثل ما تشوفون هنا، يعني ما شاء الله. احنا نقول بالنسبه على فنلندا، احنا ما نروح لمستوى العراق ونوصل لمستوى العراق، لا ما نقدر لهيك شيء. بس بالنسبه على مستوى فنلندا لا، الحمد لله والشكر، نقدر نقول عندنا طيور حلوه وعندنا طيور نقدر نقول يعني نزامط بيها مثل ما يقول ابو المثل. اللي كان ذنيك يعني لونهن مو حلو ومو طيور طياره، يعني ما اعتقد طيور تطير. احنا بعناهن ذنيك، والولد اللي اخذاهن توفق بيهن وما شاء الله، الله يوفقه ان شاء الله. بس انا الي ما عجبني، انا كنت ادور على الحمر ملاتنا. ذني طيره فحل فدرنقات، هم ما شاء الله طيره مكعكله والفحل عادي. وعندي ذني الزوج قلت لكم زرقت، وهسه جاي خيرهن ان شاء الله. هذا هنا فريخ، وعندنا فريخ العفو بيض. وين هالخبله يم الحجيه هاي، شوفوها هم مزرق. طبعا هنا طلعت فرخ، والثاني اختنق بالبيضه. هنا اعتقد نفس الشيء راح يصير. هسه عمي زوج ولا كل شيء ماكو، هم نعمه من الله. دخلنا عليهن احنا اليوم الحمر، ونظفت البرج مالهن، لان البرج مالهن كان يعني فول تعبان، وصاخه مو طبيعيه. نظف، رجعت هاي الارضيات، وعندنا هاي ان شاء الله هم على مبياض الطيره، هم لازم اجهز لها زوج زواجل ازرق البيض، لان الزواجل افضل بالزق من هذا. جاي خوش سوينا فراخ. عندي هذا جو زواجل. هاي اجتني بيضه من السويد وزرقتها وتوفقت فيها. هذا هم جو زواجل، بيضه من العراق جانا. فالزواجل شغلهن كلش راقي على الفرخ. هو جاي طلعنا عنده فراخ. بالنسبه للافرخ الزواجل اللي جاي نسوي شنو هو؟ جاي يكثر البيض، لان هاي البيض سابقت وخوش حققت. عندي هاي الطيرة، هاي زاوجة على اخوها، سراويكم الفحل مالها. هاي الذب بيض ما شاء الله شيء راقي، وهي طيرة وش قد حنينة، وهي طيرة توب التوب. اخوها سجل كله بالمراكز الاولى، يعني فتشي الفحل مالها هذه اياه. عندي هاي البخارية طافقة على هذا فحل تشيكي، الحجل ماله تشيكي. هسه انتقل لبرج الزواجل، اراويكم الافراخ مالاتن. يا الله رجعنا لكم من جديد.
خلين تدفئات لان الانجماد مو طبيعي. عندنا طيور راح يطلعن. العفو، اول شي وين بنات هذا الفحل تشيكي هذا تك، وهذيك اختي. هذني راح يروحن ان شاء الله للسويد، بالاضافه الى البيض هني هم راح يروحن للسويد. عندنا هذا الطير البخاري، وهذا الاسود هم اخوه، هم راح يروحن للسويد. وعندنا طيره وين ام الدهن، ام الدهن اين انت؟ ها هياها هاي الطيره الطوخه راح تروح للسويد ان شاء الله. وعندنا طيره مسابقه هم راح نوديها للسويد هياها. هذه الطيره هم راح ان شاء الله تروح، يعني 5 طير راح يروحن للسويد. تفريقنا المشترك شنو؟ عندنا هذا الطويرني، عندنا هذني من ملاتي، هذا التشيني. انا اريد اطبق هذا الطويرني على ذيك الشعله اللي واقفه بالزاويه اللي هي هاي. وهذا التشيني نشوف لفد طيره هناك هماته مرتبه نطبقها عليه. عندنا هنا شنو؟ العفو، هذا هم من بنات تشيكي. شلون طير حلو فحل هذا. هذني طيور ما شاء الله سابقا يعني بيهن نتائج حلوه راقيه. عندنا هاي هم هذه اللي قلت لكم للسويد ان شاء الله. هن ذن الزوج، هاي الطواير. هذه فح اخوها الطير يعني سجل تسجيل مو طبيعي، كوارث اخوها سجل. هي ما سابقنا بيها خليناها. عندنا هنا نشيك هذا الطير اللي حجناه هم ابيض مزرقين. نشيك الحجل ماله واضح، هم ابيض جاي نكثر بالبيض. ليش نكثر البيض؟ البيض والحمر نريد نسوي لهن على اساس ناخذ قطعه ارض ونبني بيها ابراج. فهاي قطعه الارض نريد نجهد الامكان نكثر بيها، نسوي حمر، وجبه مال حمر ووجبه مالت بيض. هذا الحمام نخليه يعني نطير جوقة حمر الى الله وفقنا. نبدي بشي بسيط وبعدين شوي شوي نكثر. هنا والله انا طموحي اوصل اطير 100 احمر او زواج البيض، بس هذا الحمام يبقى ما اكثره بس يبقى مضمون. اريد اسويه هوايه والله وجبه حمر. فد طموحي ان 100 يطيرن 100. وعندنا البيض هم ما تنسوي لنا فد 50 ابيض يطيرن شي راقي. هسه الشغل وين متجهين؟ مثل ما قلت لكم متجهين على الحمر، الشغل للحمر. نكثرهن، نسوي عندنا فد وجبه دايات نخليها حتى نقدر نطلع افراخ او وجبه. اذا اخذنا القاع ناخذ نطلع وجبه صحيحه نقدر نطلع من عندها افراخ، بحيث ما نتقيد. مو مثل هسه محصورين بالافراخ وما نقدر، ويعني جاي يطلع عندنا فرخ. هي مشكله. انت تقدر تروح تجيب حمام شلون ما كان، بس ما تقدر تروح تجيب طيور اللي هي حلوه. وجهد الامكان انا جاي اخلي الطيور الحلوه نريدهن. بس مثل ما قلت لكم ان شاء الله يوصل لنا من السويد زوجين، وبحيل الله هم زوج صفر وزوج كمرليات. احتمال عن قريب يوصل عندنا. حبايب قلبي نعتذر على الاطاله، ولهنا طبعا اترك العفو قبل لا انهي الفيديو. اللي يريد يتواصل وياي عنده سؤال عالزاجل راح اخلي رقم تليفوني بواتساب، راح اخليه بوصف الفيديو. تضيف رقم التليفون وحاول مو رسالة اتصال، لأن الرسائل صعوبة الجواب عليهن، فأتمنى تتصل علي. هواي جاي تجيني تعليقات يا أبو جعفر نريد نتواصل وياك على الانستغرام. أنا الانستغرام ماسحه ما عندي، فراح أخلي الرقم التليفون وبواتساب. اللي أي سؤال عالزاجل اللي يريد يسأل يتواصل وياي. لهنا أنهي الفيديو وأترككم في رعاية الله.